يا قوم استغفروا ربكم. والاستغفار لا يكون إلا عن ذنوب سبقت. وإذا كان هذا هو الرسول وأول ما قال أي ذنوب، أي الذنوب التي ارتكبتها مخالفة لما كان من نبي قبلي، أو الذنوب اللي كانت بالفطرة أنتوا عملتوها. استغفروا ربكم. طب دي للذنوب الماضية، ثم توبوا إليه فلا تنشئوا ذنوبا جديدة. ماذا تكون الحصيلة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نقول له هذه أسباب وكونيات. كون السماء تمطر دي أسباب كونية ماشية. ما للمسألة الاستغفار؟ نقول له لا، إن مالك ناصية الكون جماده ونباته وحيوانه قادر أن يخرج الأشياء عن طبيعها. فإذا كان غيم جاي وتحسب أنه ممطر، يقول لك لا ما يمطرش، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة، وإنما رب الأسباب يملكها، فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. فإذا ما أن عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها، الله يرسل السماء برضو بالأسباب. كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض، وأول عمارتها إننا نوفر القوت للناس علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم. توفير القوت، نعلم أن القوت من جنس الأرض، يبقى لازم نزرع شوية خضرة ونرويهم بأي شكل. حينما تخرج الخضرة إلى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة إلى السماء فيمطرها الله، فنأخذ نحن بجوار إمطاره لها رزقنا من الماء. إذن كلها لازم تمشي. يرسل السماء عليكم مدرارا. والسماء هي كل ما علاك. السماء اللي هي الطبقات دي 7 سماوات، مش هي اللي بتنزل، لا، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. لكن السماء العليا دي موضوع آخر، وكل الأشياء دونها. انظروا إلى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. اللي معتقد أن الله لا ينصر رسوله يعمل إيه؟ يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه، وبعد ذلك يسقط زي ابن بنشنق كده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سيموت وغيظه يفضل في قل موتوا بغيظكم. فليمدد إلى، يجيب حبل يربطه في السماء، لا، في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حبل عشان نعمل مشنقه. هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نربط في شيء اظلنا من سقف او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا. والمدرار هو الذي يدر بتتابع لا ضرر فيه، لانه قد ينزل بطغيان، كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكانت سبب في ايه؟ في كذا وكذا. اذا المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه؟ مصلحا لا مفسدا. ولذلك كان يقول رسول الله حين ينزل المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ومتى أرسل السماء مدرارا تتابعا مصلح، الأرض تخضر وتطلع الأشياء والدنيا تعمر إلى آخره، يبقى نزداد قوة ولا ما نزدادش قوة؟ نزداد قوة إلى قوة. وإن تولينا نبقى أجرمنا في حق أنفسنا. لماذا؟ لأن إجرام العبد إنما يعود على نفسه. لا تظن أن إجرام أي عبد بكفر أو بمعصية يعود على أحد إلا على نفسه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا ردا على ما قال: يا هود ما جئتنا ببينة. نفوا أن يكون هود قد جاء ببينة، والبينة هي الأمارة الدالة على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح، في مثلا نوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان. كل رسول ذكر له ايه؟ موسى مثلا ضرب البحر فانفلق،
مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما. عيسى احيا الموتى وابرأ الاكمه والابرص. نجد هود لوحده هو اللي قصه معجزته ما جاتش، فقالوا يا هود ما جئتنا ايه ببينه. اعلموا ان كل الرسل يشتركون في معجزه واحده، ثم يخص الله بعض الرسل بمعجزه اخرى على المعجزه العامه. ايه هي المعجزه العامه دي؟ قال لك الرسول الذي يرسله الله بعد ان يطم الفساد، لاننا قلنا ان النفس الانسانيه الواحده فيها وازع من نفسها فتكون له نفس لوامه، يعمل المعصيه وبعدين يتوب ويرجع. فان كان هو ما عادش عنده نفس لوامه، غيره في المجتمع ينصحه، يبقى المجتمع ما فسدش. يبقى ان فسد الفرد فلم تكن له نفس لوامه يبقى لا يفسد المين. فاذا فسد المجتمع ولم يعد فيه من يامر بمعروف او ينهى عن منكر، يقول طمت الايه المصيبه وعم الفساد. يبقى لابد ان تتدخل السماء برسول جديد ومعجزه جديده. اذا فالرسول لا ياتي الا وقد عم الفساد، وكان ولا بد للسماء ان تتدخل. وما دام عم الفساد يبقى فيه مفسدين منتفعين بالفساد ولا لا؟ لو لم يكونوا منتفعين بالفساد لما استمر الفساد. المنتفعون بالفساد حينما ينزل الله منهجا جديدا يججب فسادهم ويوقفهم عند حدهم، ماذا يكون موقف هؤلاء من الرسول؟ لا شك انهم يدافعون عن مصالحهم وعن بقاء الفساد، لانهم لا يعيشون الا على الفساد. اذا فلا بد ان يتكتلوا ضده. والقادر على الفساد لا بد ان يكون جبارا، له طغيان، له نفوذ، له سيطره. طيب اذا جاء الرسول فنادى وقال انا جئت لأثبت ميزان الله في الارض وانهي الفساد واقضي على المفسدين، يبقوا هم اللي يعادوه ويعادونه بشراسه. وبشراسه يعملوا ايه؟ يا يبطلوا منهجه يا يتخلصوا منه. اروني رسولا وقف هذا الموقف من امته ومع ذلك قدر عليه المفسدون ليتخلصوا من منهجه اولا او من ذاته ثانيا. تلك هي المعجزه. ولذلك يقول نوح يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله على الله توكل اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم ثم كيدوني. ان كنتوا جدعان صحيح اديني قدامكم اهو، وانا بحارب الفساد وانتم اهل سيطره واهل جبروت واهل طغيان، يلا اعملوا ايه؟ موتوني. يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزه العامه في كل رسول، انه يتحدى اهل الطغيان في ان يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده، او ان يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا ابدا. تلك هي معجزه من؟ هي معجزه هود التي يقول القران فيها ما يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه. هل صحيح ما جاش ببينه؟ لا، اهي البينه بيتحداكم، يوقفوا قدامه كده ويقتلوه. هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لانهم اهل طغيان واهل ايه؟ واهل بطش. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة. كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها، لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها. يعني كعود السقاب يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، اللي شافه يؤمن به. موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفاض، اللي شافها يؤمن ايه؟ وانتهت ولا ما انتهتش؟ لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة. يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته. ليه؟ لأنه جاي رسول عام، رسول ما فيش بعده رسول، فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الايه؟ الباقي. جه ومع ذلك يقولوا ايه؟ ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟
تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها إيه تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت. كلها مسائل إيه حسية. وبعدين يقول أولم يكفيهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع ما ينتهيش. لو عملنا لك جنة وعملنا لك أنهار كانت مرة وانتهت، إنما ده إيه متتابع. ومع ذلك إيه ومع ذلك كذاب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. بيسموها آلهة لأنها معبودة. تسميتهم آلهة وأنها معبودة مردود عليه بالقياس المنطقي. ليه؟ لأن ما دام آلهة تكون معبودة، طب المعبود ده مش له منهج نعبده به؟ يقول اعملوا كذا واعملوا كذا. طيب ما منهج الأصنام؟ ماذا قالت لكم الأصنام؟ قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه. تبقى إله معبود بلا منهج يبقى ما فيش عبادة خالص. امال انتوا عاملين لها ليه عبادة؟ ده العبادة بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا. ليه؟ أم قال لك لأن دي ديانة سهلة قوي. إذا كنت تعتقد بأن دول آلهة وبعدين الآلهة ملهاش أوامر، لا تقول لك افعل دي ولا تفعل دي وتتركك على حريتك، يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ ملوش تبعات ابدا، ولا يحجز نفسك عن حاجه اللي انت عايزه اعمله وتبقى مؤمن وبلك آلهة ولا لا. اذا فالفطره تنادي بان كل انسان لابد ان يكون له قوه مألوه له. بس القوه المألوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات؟ اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك وتبقى دي صعبه عليك، واللي ملهاش طلبات تبقى آلهة كويسة أوي. وهذا هو حجة كل ادعاء نبوة أو ادعاء مهدية في هذا العصر. يقوم يقول لك إيه يا أخي اختلط مع النساء، اشرب مش عارف إيه، اعمل. يقول لك يا سلام ده ديانة حلوة دي أوي. يبقى بده يقنع نفسه بأنه إيه؟ بأنه متدين، وبعدين ياخد إيه؟ ياخد راحته. يبقى دي ديانة كويسة. ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي، قال يبقى قدياني، قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه ويبيح الاختلاط ويبيح كذا ليه كده؟ قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه؟ تبع دين. ولكن الدين ما طلبش منه ايه؟ ما طلبش منه لا اوامر ولا نواهي. يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ يبقى كويس قوي. وما نحن بتاركي آلهتنا عن ايه؟ عن قولك. تاركي آلهتنا عن قولك. عن هنا بمعنى ايه؟ ما هياش بمعنى عن يعني كده بسبب قولك. تبقى عن هنا ايه؟ سببيه. وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب قولك. وما نحن لك بمؤمنين. ما نحن لك بمؤمنين. لك بمؤمنين. احنا قلنا ان آمنة تأتي بمعان متعددة، فإن عديتها بنفسها يبقى آمنهم من خوف. آمنهم من خوف، هذه واحدة. وإن عديتها بالحرف فإن كان الحرف هو البيه يبقى اعتقدته. آمنت بمين؟ بالله، اعتقدته. وإن عديتها باللام يبقى بمعنى التصديق. وما نحن لك إيه؟ بمؤمنين أي بمصدقين. يبقى آمن إن تعدت بنفسها يبقى معناها آمنهم من خوف. وإن تعدت بالباء يبقى اعتقاد الألوهية. وإن تعدت باللام يبقى معناها الإيه؟ لما أولاد يعقوب قالوا ابعث معانا يوسف، قالوا إن يوسف احنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند إيه؟ فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق. بمؤمن يعني بمصدق لنا. وما نحن لك بمؤمنين. هناك الآية هناك وما آمن المؤمن إلا ذرية من إيه؟ من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. لا مظبوط. وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن. احنا نعرف إن دي شرطية. شرطية يعني يجي بعدها جملة شرط وبعدها جواب شرط. فإن لم يكن كذلك تبقى إن هنا بمعنى النفي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني إيه؟ ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن نقول أي ما نقول. يبقى إن هنا بمعنى إيه؟ النفي.
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إلا هنا أداة استثناء، وما دام توجد أداة الاستثناء يبقى لازم يوجد مستثنى منه. قام القوم إلا زيد، يبقى المستثنى منه القوم، وزيد هو الايه؟ المستثنى. طب إلا هنا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نقول إلا هذا القول. أم قال لك كل فعل من الأفعال له مصدر، فقال مصدره القول، وضرب مصدره عاد، له مصدر وله ظرف أي يقع فيه، وله حال يقع عليه كل فعل. فإذا رأيت استثناء لم يذكر فيه صراحة المستثنى منه فاعلم أنه واحد من الثلاثة، إما أن يكون المصدر زي الآية دي إن نقول إلا اعتراك، ما نقول قولا إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يبقى خدنا قول منين؟ من كلمة نقول. إن نقول إلا اعتراك بعض ما نقول قولا إلا هذا القول، وهو اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء. زي ما يقول فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، ما نحن بميتين أي موتا إلا موتتنا. تبقى تاخدها كده من الإيه؟ ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله. ضربت عليهم الذلة في كل حال من الأحوال إلا حال أن يكونوا متمسكين بمين؟ بحبل الله. يبقى إذا وجدت أداة استثناء وقبلها فعل وليس يوجد المستثنى منه فاعلم أن المستثنى إما أن يكون مصدر الفعل، وإما أن يكون الظرف للفعل، وإما أن يكون الحال لمين؟ للفعل. يبقى على هذا معنى الآية ما نقول لك قولا إلا قول اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ليه؟ لأنك سفهتهم وأبطلت ألوهيتهم وجبت إله جديد من عندك، فدي آلهتنا غضبت وعملت إيه؟ بسوء. وما السوء الذي يراد؟ الجنون. اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فقعدت تخلط بقى في الكلام وتجيب كلام ملوش إيه؟ ملوش. قال إني أشهد الله الذي أرسله، وما يمكن يرسل ولا يحميش. يرسل رسولا ويحميه. يحمي ايه؟ يحمي ذاته ويحمي عقله، لانه بيدير كيفيه الاداء والبلاغ عن مين؟ عن الله. ولذلك لما قالوا ده مجنون النبي قالوا ايه؟ ما انت بنعمه ربك بايه؟ بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق. نعم. قال اني اشهد الله، وانتم اشهدوا ايضا، يعني ارجعوا الى فطرتكم السليمه وشوفوا انا مجنون ولا مش مجنون. واشهدوا اني بريء مما تشركون من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تلك معجزه هود. كيدوني جميعا، انا واحد وانتم كثره، وكثره طاغيه متجبره، وانا لوحدي، فان كنت صحيح انا زي ما بتقولي كيدوني جميعا وموتوني واخلصوا مني. دي تحدي ولا مش تحدي؟ وهل المعجزه الا تحدي؟ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. طب بيقولها كده؟ لا، لان ساعه ما بيقولها فكيدوني جميعا متاكد من قوله اشهد الله، متاكد من دي، ما يرميهاش جزافا ابدا. ما فيش واحد يجازف بحياته كده كلمه يقول كيدوني جميعا وموتوني واقتلوني ولا تنظروني، الا اذا كان ايه؟ آوي الى ركن ايه؟ الى ركن شديد. وان الذي ينطق بالكلمه لازم يكون مؤمن بانه له قدره على نفاذ الكلمه، والا. ولذلك شهد الله انه لا اله الا هو. اول من شهد بالالوهيه مين؟ الله. شهد الله. الله موقن بأنه لا إله إلا هو. ليه؟ قال حتى إذا ألقى أمرا لكائن أن يكون علم أنه منفذ فيش كلام، لأن ما فيش إله تاني. لكن لو ما كانش فيه الإيمان ده ما كانش تيجي. يبقى قال إيه؟ إني توكلت على الله. وما دام إني توكلت على الله الذي أشهدته أول الآية، وهو أرسلني وهو يحميني، لأنه ما كان له أن يرسل رسولا ليمكن منه قوم يزيحوه من حركة الرسالة. إني توكلت على الله
ربي وربكم. بس انا وانت ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها. مش انا وانتم بس، كل دابة تدب في الارض ولها حركة ولها حرية في الحركة الله آخذ بايه؟ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس، شوية الشعر اللي بنسموهم زمان كنا نسميها ايه؟ القصة. يمسكوا كده لما تيجي تهين واحد تمسكه من ايه؟ من قصته كده وتجرجروا كده. يؤخذوا من ايه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام. وفي آية تقرأ لنسفعا بالناصية اللي هي مكان الشرف، نجرجره كده على مين؟ ما من دابة إلا هو آخذ بإيه؟ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. قال لك يمكن يقولوا إن هم ما يقدروش يسلطوا عليه مثلا كلاب متوحشة، يسلطوا عليه مثلا يجيبوا له شوية حيات شوية تعابين ويحطهم له في الفراش بتاعه ويموتوا، هم مش قادرين يعملوا حاجة، يجيبوا حاجة. قال لك لا، اوعى هتلجأ إلى ما من دابة إلا هو آخذ بإيه؟ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. هناك ربي وربكم، وهنا قال إن إيه؟ ربي. ليه؟ لأنهم قادحين في حكاية الربوبية دي، ففي السيطرة قال ربي وربكم، إنما على صراط مستقيم يعني عدالة قلبه ربي ما يشربهم، لأنهم لهم أرباب تانية، أرباب متفرقون خير أم الله الإيه؟ الواحد القهار. وإيه على صراط مستقيم دي؟ بقى ربنا على صراط، ده هو يطلب منا أن نكون إيه؟ على صراط مستقيم. أيطلب منا أن نكون على صراط مستقيم وحكمه في كونه لا يكون على صراط مستقيم؟ لازم قبل ما يطلب منا أننا نكون على صراط مستقيم يبقى لازم حكمه إيه؟ لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. دي منتهى القهر، منتهى القدرة، منتهى السيطرة، وأن شيئا لا يفلت منه. يقول ومع ذلك العدالة ديدنه على صراط مستقيم. مش القهر ده بيستعمله في الظلم، لا. إن ربي على صراط إيه؟ مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. إن تولوا خطاب لمن؟ إن كان خطاب لهم يبقى إن تولوا يعني إن تتولوا. وعندهم في اللغة إذا فعل ابتدأ بتاءين يقتصر فيها على إيه؟ على تاء واحدة. يعني أنت إيه؟ إن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني لا عذر لكم عندي، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذب أهل القرى وأهلها غافلون، لازم إيه؟ ينبههم، وإحنا بلغنا. ولا فإن تولوا ده خطاب له. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، يعني الله يقول له إن تولوا قل لهم أنني بلغت ما إيه؟ ما أرسلت به. ويستخلف ربي قوما غيركم. يستخلف ربي قوما غيركم أي لا يقفون من المناهج ولا من الرسالات هذا الموقف الذي تقفونه. والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء لقوم. الخلفاء إما أن يكونوا عادلين وإما أن يكونوا غير، فخلف من بعدهم إيه؟ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين دول الصالحين. إذا الاستخلاف يكون كذا. وفي آيات ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا إيه؟ في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضرونه شيئا. ليه؟ أم قال لك لأن منهج الله الذي ينزله على خلقه لصلاح عباده. ليه؟ لأنه خلق الخلق أولا بكل صفات الكمال فيه، ما خلقش إلا وله صفات الكمال، وما دام له صفات الكمال يبقى إحنا مش هنزيد له وصف من الأوصاف أو نسلبه وصف من الإيه؟ من الأوصاف. ولذلك نأتي للمتمردين على عبوديتهم لله الكفار، ونأتي للمتمردين بالمعصية نقول لهم إنكم ألفتم التمرد، يعني متدربين على التمرد، كفرتم، وفي دي بقى أكبر من دي حاجة، يبقى متمردين ولا غير متمردين؟
متمردين. طب ما دام كده بقيت متمرد على التمرد في القمه كده وكفرت بالله، او متمرد على الحكم فعصيت الله، طب ما يجي كده لما تيجي تمرض ما تتمرد على المرض كده وتقول لا مانيش عيان. طب حموتك نقول ما انت واخد على التمرد، طب اشمعنى دي بقى ما تمردتش فيه؟ يبقى ماخوذ بنصيتك ولا لا؟ انت متمرد فيما لك فيه اختيار، وانما ما ليس لك فيه اختيار فلا تمرد. فان كنت قد عرفت التمرد فتمرد على احكام الله القهريه لك. ربنا عايز يوقف القلب يقول له لا يا قلب ما تقفش، ربنا عايز يكتم النفس يقول له لا ما تنكتمش، ما انت متمرد. ولا تضرونه شيء ان ربي على كل شيء حفيظ رقيب، لانه قيوم. لانه ايه؟ قيوم، قائم على كل امور كونه. الفلاسفه بيقول لك لا صحيح ربنا خلق الكون وخلق النواميس وخلق القوانين ومش عارف ايه، ثم ترك القوانين تعمل ايه؟ عملها. يقولوا لا، تلك صفات الخالق القادر، واين صفات القيوميه؟ ده قيوميه يعني قائم على كل نفس بما ايه. ولذلك يقول لنا ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم، كانه بيقول لعبيده ناموا انتم وارتاحوا علشان ربكم ما بينامش لانه قيوم. ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا، ساعة تسمع ولما جاء امرنا تعرف ان فيه امر وامر مطاع، مش ولما جاء تنفيذ امرنا. ده مجرد صدور الامر يجي التنفيذ. ليه؟ لانه يامر ما له قدرة على تنفيذه. ولذلك يقول لك ايه؟ واذنت لربها وحقت. اذنت يعني بس سمعت، بس ساعة ما اذنت كده سمعت تنفذ الايه. لما جه اراد الله سبحانه وتعالى انه ينجي موسى من التسبيح اللي كان بيعمله فرعون، ماذا قال لامه؟ اذا خفت عليه ايه؟ فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من ايه. طب قول لي لاي ام كنت خايفه لحد يجي يموته ارميه في البحر، بالله تصدق الكلام ده؟ ما تصدقوش. ليه؟ لان يمكن واحد يجي يموته دي مظنونه، انما ترميه في البحر ده ايه؟ موت محقق. تبقى تنجيه من موت مظنون بموت محقق؟ ما ينفعش الكلام ده. لكن هي استقبلت الكلام ده وعملت ولا ما عملتش؟ مما يدل على انها لم تتردد في تلقي الامر، ما قاستش الامر بمقاييس البشر، قاست الامر بمقاييس الالهام اللي ربنا قذفه. طب وايه اللي هي بيوحى اليها برسول؟ ده الهام. ام قال لك الهام وارد من الله لا ينازعه شك ولا شيطان. يعني ارميه ثم يشرح ذلك في قوله اوحينا الى ام موسى الى اخره. في ايه ثانيه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ويقول له وبعدين انتهى منها هذا الامر. ليه؟ شوف الامر للبحر بقى، فليلقه اليم بالساحل. جاء امر ثاني، يعني قال لها ارميه، حطيه في البتاع وارميه في البحر، وبعدين اصدر امره لمين؟ للبحر. قال فليلقه اليم بالساحل. يبقى مجرد اصدار الامر منفذ ولا مش منفذ؟ ليه؟ لانه امر من قادر على الايه؟ على الانفاذ. فلما تقول ولما جاء امرنا، قال هناك في سوره نوح، في قصه نوح ولما جاء امرنا وفار التنور، مش كده؟ امرنا بعذاب المخالفين. وبرضه هنا لما جاء امرنا بعذاب مين؟ بعذاب الايه؟ المخالفين. ولما جاء امرنا بالعذاب للمخالفين، طب هيعذب بايه؟ بشيء في ذواتهم بحيث ينتج في كل ذات، ام بشيء عام وقضيه عامه تعم المكذب وتعم المصدق؟ لان لما يجي ريح صرصر ولا صيحه ولا الله ولا طاغيه ولا تبقى المين؟ ده مش من ذاتهم، ده من خارج عنهم. وما دام من خارج عنهم ومعهم من لم يكذب هود، يبقى ازاي الحكايه تمشي يعني؟ قال لك اهيد العظمه بقى. الشيء عام
إن كان ريح صرصر، إن كانت طاغية، إن كانت صيحة، إن كانت رجفة، تبقى للكل ولا لا؟ فكيف يتأتى إنها تروح بس لمين؟ للمكذب؟ أم قال لك ساعة ما تيجي الصيحة الشديدة تروح خرق ودانه، إنما ما تخرقش ودان التاني. ليه؟ لأن اللي موجه الصيحة قال لها اتعلمي ده فلان وده فلان، ده ما تروحش ناحيته، وهي أمر عام. إزاي الكلام ده؟ يبقى صيحة موجهة ولا مش موجهة؟ أما قال لك الصيحة الموجهة. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن قصة الفيل، قال إيه في قصة الفيل؟ قال بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يقوم يجوا بقى المتفلسفين اللي عايزين يعني يسهلوا المسألة على ربنا، يقول لك ده أصله كان طاعون، ده ميكروب، ده إيه؟ ده ميكروب. نقول له طيب يا سيدي ميكروب، طب الميكروب اللي أنت بتقول عليه ده الميكروب ده بده حضانة، يعني يدخل الجسم ويقعد إيه؟ مدة طويلة كده، إنما بمجرد ما تنزل كده الميكروب ده هو عاملهم كعصف مأكول. ميكروب إيه ده بقى؟ يبقى مش ميكروب، العب غيره. طيب وإذا كان طاعون، الطاعون ده عنده تمييز بين المؤمنين وبين الكافرين، يجي بس للجماعة بتوع الأبرهة وينجي قريش، ده يبقى طاعون إيه ده شكله؟ يبقى طاعون موجه ده ولا إيه؟ إيه الحكاية دي؟ يبقى نقول له لا، ما هي العظمة في أخذ الإله إن هو يأخذ بشيء واحد ولكنه ينجي المؤمن ويعذب الله. هذه العظمة. ولما جاء أمرنا، والشيء احنا قلنا ان الشيء الواحد عشان ما يبقاش فيه ناموس حاكم الكون، لا بدون قدرة مسيطرة عليه. نقول له مثلا يجي مثلا يقول لك المتنبي مثلا يقول لك يا أخي المسألة دي العجيبة دي إزاي؟ طب خلي لون مثلا يقف في الشمس زي لون اسود مثلا يقعد في الشمس، قعده في الشمس، يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ يجرب ويبيض، مش كده؟ طبعا قوي. طب واحنا وجوهنا لما تلفحها الشمس يجرى لها ايه؟ تسود. طب اشمعنى دي بتسود وده بايه؟ بيبيض. لان الله يريد لهذه ان تسود وهذه ان تبيض، والفاعل واحد، انما القابل مختلف. القابل، ولذلك يقول ايه؟ تسود الشمس منا بيض اوجهنا وما تسود بيض العذر والذمم. الشيب ليه ما بتسودوش؟ طب هي بتسود وشنا، ما بتسودش الايه؟ الشيب الابيض دي ليه؟ وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا إلى حكمه. يبقى هي مش دنيا، هي رب دنيا أعلى منها. نعم. الله يفتح عليك. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. اوعى تقول ازاي نفدوا من العذاب الجامع والعذاب العام، ده هي الرحمة. ايه الفرق بين الرحمة؟ يعني ايه؟ الرحمة أن لا يمس الداء، والشفاء أن يعالج الداء. ولذلك يقول لك القرآن ينزل فيه ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء للي عنده داء، واللي ما عندوش يمنع عنه الايه؟ يمنع عنه الداء. برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. تبقى النجاة الأولى من العذاب، من الريح الصرصر، من الصيحة، من الطاغية اللي جات لهم دول، والعذاب الغليظ اللي فين بقى؟ الآخرة. ليه غلظه جاي من إيه؟ لأن غلظ الشيء يعطي له المتانة والقوة. والعذاب في الدنيا موقوت بعمر الدنيا، والعذاب في الآخرة موقوت بلا نهاية من الإيه؟ يبقى عذاب غليظ ولا مش غليظ؟ عذاب غليظ. والعذاب الغليظ على قدر ما يستوعب من الحكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ملك واحدا بضع واحدة بالعقد، هي ايه؟ نفعية مطلقة ولا نفعية متصلة بالعفة والعرض؟ ولذلك وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. مكنك من ايه؟ مكنك من عورتها، مش مكنك من نفعيتها العامة. لا، يبقى عقد ايه؟ عقد غليظ. ولما جاء أمرنا أي بالعذاب نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم أيضا من عذاب غليظ. وكان نجاتهم من العذاب في الدنيا الموقوتة
بشارة ومقدمة إلى أنهم ينجوا من العذاب الإيه؟ من العذاب الغليظ. وتلك عاد، تلك عاد إشارة إلى مؤنث، هي عاد مؤنثة. طب قال وبعدين جحدوا، لو أن الكلام يعني بشر بيتكلم كان يقول وتلك عاد جحدت بآيات ربها، إنما قال هنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. شوف العدول عن لأن ربنا اللي بيتكلم. تلك عاد يعني ديارهم وآثارهم، ما كانوا انتهوا هم وخلاص. إنما جحدوا للمكين، يبقى تلك للمكان وجحدوا اللي كان إيه؟ للمكان المكين. لأن عاد إما أن تطلق على المكان والمحل، وإما أن تطلق على الذوات اللي كانت في المكان أو في الإيه. فإذا ما أشار يقول تلك، ولما يقول ما نقولش جحدت، لأن الديار دي ما جحدتش، إنما جحد أهله مين؟ أهل الديار. يبقى جحدوا ولا؟ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. جحدوا بآيات ربهم، والآيات جمع آية، والجحود النكران. النكران مع قوة الحجة والبرهان. جحدوا، ولذلك هناك وقول الحق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بآيات ربهم جمع آية، واحنا قلنا إن الآيات تطلق بإطلاقات متعددة. إن كانت آيات الدلالة على وجود الواحد الأحد، الآيات الكونية اللي في الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلقكم مش عارف إيه، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي آيات إيه؟ آيات كونية تلفت إلى إيه؟ إلى أننا لو أعملنا عقولنا وأدركنا عظمة الصنعة وإبداعها لالتفتنا إلى أن صانعها إله حكيم. تبقى دي آيات. وهناك آيات أخرى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.